بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معالي الأخ الكريم مولاي ولد محمد الغضف الوزير الأول بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي كما جرت بذلك العادة أن أشكركم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولكن لا يمكن أن يكون قد مر كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيتها البارحة والوفد المرافق لي في كلمات عادية مألوفة. فبصدق تأثرنا نحن الذين لم تعد تتسع لا أوقاتنا ولا حتى عقولنا للطريقة اللطيفة والجميلة التي استقبلتمونا بها، ومنذ أن يعني وضعنا أقدامنا في آخر درج حتى قبل أن تطأ أقدامنا الأرض الموريتانية العزيزة، وبشرة وزيركم الأول الطيبة وهذا من علامات الخير، كما لا يخفى عليكم أن المسلمين يتفاءلون بحسن الوجوه وبالابتسامات الطيبة. وأما أمسية وسمر الليل مع مرافقة أهل الفن والشعر فأفقدتنا صوابنا أو كادت، فلهذا شكرا جزيلا لكم. الأخ العزيز، إخوان المحترمين، ونحن نفتتح أشغال هذه اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، وأول ما أريد أن أبدأ به واسمحوا لي إذا كنت في بعض ملاحظاتي أبدو كما يقول الفرنسيين ديريكت pour ne pas dire chose، وأنا أستغرب كونها لم تنعقد كل هذه السنوات الطوال، وأول ما سجلته إيجابيا هو حرص السيد الوزير الأول على أن تنعقد بالطريقة المنتظمة. يجب أن تنعقد مهما كانت الظروف، حتى وإن كنا مختلفين يجب أن تنعقد، حتى أنه نرى على مدى نحن مختلفين. في النهاية قد لا نكون مختلفين على شيء ولكن نتخيل ذلك. يجب أن تنعقد بطريقة منتظمة، لأن العلاقات بين المغرب وموريتانيا لا يسعها الكلمات، لا يمكن أن تصفها الكلمات. هذه أخوة حقيقية تاريخية راسخة ومصير مشترك، ونحن لا يمكن أن نتحاسب حسابات التجارة الصغيرة. نحن نتعامل على أساس المبادئ الكبرى. نحن أمة واحدة، لماذا لا نقول نحن شعب واحد ودولتين؟ في ماذا يضرنا هذا؟ لا يضرنا في أي شيء. ولهذا فيجب أن تكون السيد الوزير الأول علاقتنا، وكل هذه المعاني سبق لي أن حدثتكم بها، يجب أن تكون علاقتنا علاقات dans tous les sens وقوية وفاعلة. وإذا اختلفنا حتى بين داخل الأسرة الواحدة يقع خلاف، وهذه تقليدية. نحن نعرف بعضنا جيدا، حتى أن السيد السفير قال لي أن مشكلتنا أن هؤلاء الإخوة الموريتانيون يعرفوننا جدا، يعرفون تفاصيلنا. فهذه هي الحقيقة، نحن نعرف بعضنا جدا، وإذا لا بد أن تكون علاقتنا، ويجب أن نعطي النموذج والمثال بالنسبة للدول المشابهة وبالنسبة لإخواننا. أنا لا أفهم السيد الوزير الأول لماذا إلى حد الآن نحن نحتاج إلى فيزا لكي نأتي إلى موريتانيا، ولا العكس. لا أفهمه. لا نتحدث عن الأخوة وعن الصدقة وعن الذي سمعنا نتحدث يقول هؤلاء إنسان واحد، ولكن إذا جئنا إلى الواقع نجد إشكالات وتعقيدات كيف يعقل هذا الكلام؟ هذا يجب أن نصفي هذه الأمور، وليس هنالك شيء حقيقي إلا من نصفي هذه الأمور. وطبيعة الحال إذا فتحنا الحدود يمكن أن يمر شخص إيجابي وآخر ربما غير إيجابي. هل إذا كانت العروق يمكن أن يمر منها مشكل نغلق العروق؟ هذا لا يستقيم. إذا في شيء سلبي يجب أن نقاومه جميعا، وإذا في شيء إيجابي يجب أن نتبناه جميعا. وأعتقد
أننا ما لم نفعل هذا لا يمكننا أن ندعي أننا يعني في مستوى الطموحات. قائدينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأنا أتحدث معكم بكل صدق، يعني هذه قضية يجب أن يعني تكون واضحة. يعني جلالة الملك أول ما خاطبته قرر وأعلمته بأنني سوف آتي إلى موريتانيا، قرر أن يرسل رسالة شخصية إلى أخيه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهكذا يجب أن تكون الأمور. وبطبيعة الحال مصلحتهما هي مصلحة شعبيهما، هي مصلحة دولتهما، هي التعاون الحقيقي وتجسيد الأخوة من الناحية العملية واسمحوا لي، أنا هذا العالم يسكنه الاقتصاد، وأنا لست ضد الاقتصاد. الاقتصاد ضروري ومهم وأساسي، وهو عنوان المرحلة وطابعها، ولكن الاقتصاد له أصول، له أسس، والتعاون له أسس. فنحن حين نتحدث عن أنفسنا نتحدث عن يعني شعبين متكاملين متحابين تاريخيا، بيننا علاقات روحية لا شيء يعلو على العلاقات الروحية. وكم تأثرت للبداية الموفقة التي بدأتموها بتلاوة آيات من كتاب الله، والآيات التي اختارها الأخ العزيز، وكونه اختار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأول العقود عقود الأخوة وعقود المحبة التي يجب أن تتصاغر أمامها كافة المشاكل وتذوب أمامها كافة المشاكل، وبدون كثرة الحسابات. معشر الإخوة رجال الأعمال، نحن ندعوكم إلى نقول لكم بكل صراحة: العلاقات التي بينكم جيدة، نحن نعرف من جهة هنالك حاسة تجارية مرهفة، ومن جهة هنالك ربما يعني استثمار، لكن هذا الذي تفعلونه قليل لا يناسب العلاقات بين البلدين. الوزير الأول المحترم والأخ العزيز، والذي يعني من خلال هذين اليومين الذين سمح لنا أن تكون بيننا يعني تواصل، بين لي إلى أي درجة هنالك الحمد لله انسجام وتفاهم. يعني أملي هو أن هذه المرحلة التي نحن فيها ننظر إليها من خلال الواقعية، من خلال تقدير الأمور قدرها الحقيقي، من خلال ما سيقول عنا التاريخ، من خلال ما سوف نلقى به الله سبحانه وتعالى. نحن أمة واحدة، نحن ذات واحدة، يجب أن نكون كتلة واحدة في كل شيء، في جلب المنافع، في مواجهة الإكراهات، في يعني إقامة التعاون، في التعبير على يعني الإخوان الوزراء. وهذا يبدو أنهم على كل حال يذكرونه الإخوان المسؤولين، سواء تعلق الأمر بالتكوين أو بالتعليم أو تعلق الأمر بالتجهيز. أقول لهم دائما يعني تعاملوا مع الإخوان الموريتانيين مع الإخوة بصفة عامة بدون حسابات. كثرة الحسابات لا تجدي ولا تنفع. الحمد لله حنا المغاربة كنقولوا ما مشات فخلة، حنا خوت هنا الهيه، وراه الخير واخا تغرسوا في جهه اخرى غيرجع لك ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتغرسوا في هذه الجهه غادي يرجع لك. بهذه الطريقه يمكن ان نستحق ان نكون في عصرنا. لا يمكن ان نكون في مرحله فيها دول لا يجمع بينها لا اللغه ولا التاريخ ولا الدين ولا حتى. ضحكت البارحه مع السيد الوزير الاول قلت له الا اللون، قال لي حتى اللون، ولكنها استطاعت ان تجد طرقا للتعاون والتعامل ورفعت الحدود، ازالت الحدود وسمحت بالتنقل وتنقل التجاره وسمحت بالاستقرار وسمحت. ونحن لا، ولكن هذه والاخرى لن نتفق. صدقوني اذا رجعنا الى التفاصيل واردنا ان نحل النقط واحده واحده. ديننا مبني على كلمتين: لا اله الا الله محمد رسول الله. الباقي انت وما يسر الله لك. وانا متاكد اننا بهذه الطريقه سوف نعطي نموذجا. منطقتنا المغرب العربي في حاجه اليه، امتنا العربيه في حاجه اليه، امتنا الاسلاميه في حاجه اليه، البشريه في حاجه اليه. لا نضيع هذه الفرصه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.